حذرت دولة قطر الإمارات العربية المتحدة من تكرار اختراق مجالها الجوي، وذلك بعد أن كشفت الدوحة عن قيام طائرة إماراتية حربية مقاتلة بخرق مجالها الجوي في ديسمبر الماضي. وأبلغت قطر في بيان أرسلته لمجلس الأمن بتاريخ 2 من يناير الجاري بقيام طائرة إماراتية حربية بخرق مجالها الجوي في ديسمبر الماضي، وحذرت من أنها ستتخذ ضد الإمارات في حال تكرار مثل هذه الانتهاكات كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وذلك حفاظا على حقها السيادي المشروع. وجاء في البيان أنه في يوم الخميس 21 من ديسمبر عام 2017 في الساعة 9:45 قامت طائرة حربية إماراتية باختراق المجال الجوي لدولة قطر. وأضاف أن الطائرة الإماراتية حلقت فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر على ارتفاع 33,400 قدم وبسرعة 460 عقدة لمدة دقيقة واحدة. وأكدت قطر على لسان الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة أن هذه العملية جرت دون سابق علم للسلطات القطرية أو موافقتها. واعتبرت الدوحة الحادثة انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، علاوة على كونها خرقا سافرا للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية.